اهلا بكم متابعي الافاضل. اليوم ان شاء الله في مطبخ عليا راح نحضروا مع بعض اكله رائعه من اروع ما يكون. طبعا ستيك الدجاج او شرائح الدجاج بتتبيله اكثر من رائعه، كيجي طري جدا، وسوف نرافقه بالشامبينيون او الفطر بطريقه المطاعم. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. طبعا اول شيء كل ما سنحتاجه هو فطر. انا هنايا عندي فطر طبيعي او طري، راح نقطعه بشكل طولي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. طبعا نقطعه قبل ما نغسله باش من بعد يجيني سهل في الغسل. هكذا، وراح نمر نغسله على الاقل ربع ساعه، نخليه في الماء ربع ساعه باش نتخلصوا من الاتربه او اي شيء يكون فيه ونرجعوا. طبعا انا هنا غسلته ووضعته في الماء لمده ربع ساعه، غنخليه يقطر بعض الوقت ثم امر في تحضير ستيك الدجاج. طبعا بالنسبه لتحضير شرائح الدجاج او ستيك الدجاج طبعا نحتاج صدر دجاج. طبعا انا قبل كنت غسلته جيدا بالطريقه المعتاده، وهي غسلته بالماء والزنجبيل باش نتخلصوا من الزنخ او الزفوره اللي كتكون في الدجاج، وغنقطعوه بشكل طولي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على شرائح دجاج رفيعه، ما تكونش غليظه، طبعا تكون شرائح رقيقه بهذا السمك اللي راكم تشوفوا فيه. طبعا تتبيله رائعه جدا، وهذه التتبيله معتمده جدا في المطاعم. طبعا تقريبا نفس التتبيله تتشابه مع التتبيله اللي غنعتمدوها للفطر للشامبينيون، فقط هناك فرق في مكون واحد. نخليكم تشوفوا المراحل. طبعا هنا كما كتشوفوا انا كنقطع الدجاج او شرائح الدجاج بهذه الطريقه، وهنا بعد ما خلصت قطعت الدجاج كله بهذه الطريقه او شرائح الدجاج راح نضيف عليه ملعقه كبيره من زيت الزيتون والقليل من المعدنوس او البقدونس او الدبشه. طبعا 2 معالق كبار من البقدونس، نضيف عليهم 3 تاع الفصوص تاع الثوم مفرومين ايضا. طبعا الثوم ضروري جدا في هذه الوصفه. واكيد نضيفوا عصير الحامض او عصير القارص كما راكم تشوفوا. انا هنا ضفت تقريبا 2 ملعقتين كبار الى 3 من عصير القارص، وراح نضيف عليهم القليل من الفلفل الاسود او البزار، تقريبا نصف ملعقة من الفلفل الاسود. بعد ذلك انا غنخلطهم جيدا بواسطة ملعقة، ولا خلطهم باليد ماشي مشكل. والسر في نجاح هذه الوصفة طبعا هي اننا نخليو صدر الدجاج يتشرب هذه التتبيلة او الشرمولة. طبعا ونضيفوا الملح طبعا حسب الذوق. انا هنا درت معلقة ونص تاع الملح لان عندي كمية لا بأس بها، وانتم الملح ديروه حسب الذوق. طبعا انا غنخلي صدر الدجاج يتشرب هذيك الشرموله او التتبيله، ونمروا في طهي الشامبينيون. طبعا لطهي الشامبينيون او الفطر نحتاج مقله على نار متوسطه، نديروا ملعقه كبيره من زيت الزيتون دائما. فهاد الوصفه اكيد لن نستعمل الزيت النباتي، نستعمل فقط زيت الزيتون. نضيف اليه ملعقه من الزبده ونضيف الفطر تاعنا او نوضعوه في المقلاة ونخليه يتشرب الزيت مع الزبدة، ونبداو نضيفو في التتبيلة. اول شيء نضيفو الملح، طبعا الملح دائما اقول لكم حسب الذوق، ونزيد عليهم البقدونس او المعدنوس او الدبشة. طبعا 2 معالق كبار من البقدونس. طبعا البقدونس خاصو يكون طري غير مجفف. ونضيفو الثوم. طبعا بالنسبة للثوم ايضا نديرو تقريبا 2 حبات من الثوم او فصين او 3 فصوص من الثوم مفروم.
نحرك المكونات جيدا ونضيف القليل من الفلفل الأسود. طبعا هذه هي الطريقة المعتمدة في المطاعم لطهي الشامبينيو أو الفطر الطري، طبعا كيما اللي راه عندي. طبعا بالنسبة للفطر المعلب فهو غالبا كيكون مالح جدا. إلا كنتو راح تطيبوا الفطر المعلب فما نصحكمش تضيفوا الملح لأنه راح يجي مالح بزاف. هنا كما كتشوفوا بعد مرور 10 دقائق او تقريبا 15 دقيقة هاكم تشوفوا تشرب لي هذاك الفطر الصلصة او الشرمولة التتبيلة. غنصفيه ونخليه جانبا. كما راكم تشوفوا انا تخلصت من الماء اللي كان في الفطر. طبعا اللي كيطلق الفطر وتحصلت على فطر طبعا رائع، طبعا رائحة زكية جدا. نحطه جانبا ونمروا في تحضير شرائح الدجاج. طبعا لتحضير شرائح الدجاج نحتاج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نضيف عليها ملعقة زبدة أيضا، ونبداو نحطو شرائح الدجاج أو صدر الدجاج الواحدة تلو الأخرى بهذه الطريقة. طبعا بعدما تشرب التتبيله جيدا، طبعا انا كما شفتوا خليته تقريبا ربع ساعه وهو كيتشرب في التتبيله. الوقت اللي حنا طهينا الفطر او الشامبينيو ضروري تخليو صدر الدجاج ديالكم يتشرب التتبيله على الاقل ربع ساعه. طبعا هذه التتبيله رائعه، هي المعتمده ايضا في المطاعم. هنا كما راكم تشوفوا تحصلت على صدر دجاج، طبعا تحمر شويه فانا غنحيدو غندير المزيد منه في المقلاة. طبعا حاولوا تطيبوه جيدا ويتحمر من كلتا الجهتين بهذه الطريقه. وفي الاخير طبعا انا هنا غنزين طبق التقديم، غنحط فيه صدر الدجاج وغنبدا ننزل الشامبينيون اللي طيبنا او الفطر اللذيذ والرائع. طبعا انا غنوضعه في وسط صدر الدجاج بهذه الطريقه على شكل ورده. طبعا كان هذا هو الطبق لنهار اليوم، وجبه خفيفه رائعه جدا بطريقه المطاعم. اتمنى فعلا ان تجربوها. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم في وصفه جديده.